ايه رأيكم يا بنات لو تيجوا بقى تشوفوا الخلطة الحلوة اللي انا عاملاها دي للفرخة الحلوة القمر دي؟ خلطة كده زي ما بيقولوا هتطلع لك الفراخ اخر حاجة، حاجة كده جميلة وتطلع لك الفرخة جوسي ولحمتها زي العسل. تعالوا بقى الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل بقى على المطبخ ويلا على المواعين. ندخل بقى نحط الحاجة اللي تتحط في المطبقية، تمام، والحاجة بقى اللي ما بتتحطش في المطبقية يلا بينا نعملها على الحوض. الأول نفضي المطبقية من الحاجة بقى اللي اتغسلت، وبنحط بقى الحاجات اللي هي ايه اللي هتتغسل. زي ما اتفقنا ان الغسالة ما بتاخدش الا الازاز بقى والصيني والستانلستين، لكن ما بتاخدش بقى الالومنيات والكلام ده. وهنا بقى خلصنا خلاص بقية المواعين، ودخلنا على شوية الكوبايات الصغيرين دولت، ويلا بقى نغسلهم. بس حددي سبونش للكوبايات وسبونش للمواعين، علشان لحبيبتي الكوبايات ما تطلعش معاكي لا قدر الله ريحتها زفرة. ليه؟ علشان بتتعمل بايه بالسبونج بتاعت المواعين. وندخل بقى والمطبخ ونعمل كوباية الشاي بتاعي المزاج، ونقول نصبح على بعض: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما اتفقنا صلوا على الحبيب قلبك يطيب وحسناتك تزيد، وإن شاء الله سنة جديدة وسعيدة عليكم. كل الأمنيات إن شاء الله تتحقق لكم بإذن الله السنة الجديدة الجميلة ديت. إن شاء الله نتفائل كده، بس نقول يا رب. ادعي ربنا كتير، ربنا يستجيب منك. جبنا ايه بقى؟ جبنا هنا الكبة بتاعتنا أو الخلاط، مش لازم يكون عندي الكبة. بصوا بقى يا بنات، جبنا بقى طماطمايه، اصل هي ايه فرخه واحده بس. طماطمايه، بصلايه، فلفل الوان، فلفل حامي، الموجود عندك من انواع الفلفل حطيه. وما تقلقيش الفلفل الحامي مش هيعمل لها حاجه. معلقه بقى من الثوم مع البصل والطماطم والفلفل الالوان والفلفل الحامي لو انت حابه تحطي. بس عايزه اقولك ان هو مش بيعمل اي حاجه، ما بيطلعهاش حره يعني. وهنا بعمل ايه؟ بحط نص ليمونه، بعصر نص ليمونه على ايه على الحاجات اللي انت شايفاها ديت. واحط كمان الملح عشان المقطع ده ما جاش. حطينا بقى شويه من الملح وضربناهم في الكب او ضربناهم في الخلاط، مش هتفرق معاكي الموضوع دوت، في جميع الاحوال هتتضرب معاكي. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ عايزه اقولك بقى الخلطه دي جربيها في بط، في فراخ، في وز، في اي حاجه هتحطيها تتشوي في الفرن. شوفي بقى هتطلع معاكي ايه وابقي ادعيلي. هنا بقى حطينا فلفل اسود، تمام تمام. وهنحط ايه؟ هنحط 7 بهارات اللي فيها كل حاجة. بس انا برضو بحب ايه ازود سنة صغيرة، يعني ايه، بحب برضو مع 7 بهارات احط برضو جوز الطيب زي ما انتوا شايفين كده، تمام تمام. واحط ايه كمان هقولك بقى. وهنا حطيت ايه؟ حطيت برضو معلقة صغيرة من القرفة. عايزة اقولك هتطلع لك الاكل الفرخة تحفة. بحط هنا ايه؟ بحط معلقة من العسل النحل. طب ما عنديش يا نجلة عسل نحل؟ مفيش مشكلة، معلقة سكر. هنا ايه؟ معلقة من دبس الرمان. بصوا اهو دبس الرمان. عايزة اقولك دبس الرمان ده بجد حاجة جميلة، فعلا اختراع حلو قوي. بيطلع لك بقى الحاجة كده جوسي، وليها طعم كده مميز ومززة كده وجميلة. بجد بجد هاتوا دبس الرمان ده حلو قوي قوي قوي. قلبي بقى الخليط ده كله مع بعض وهاتي بقى الفرخة بتاعتك. طبعا انا كنت نقعاها في المحلول اللي هو ايه، عبارة طبعا عن المية اساسي، وبحط بقى عليها ملح وسكر وايه وليمون. ما فيش ليمون حطي معلقة صغيرة من الخل، ولا يهمك الموجود عندك حطيه. يبقى تحطي ملح وسكر وليمون وتسيبيها منقوعة شوية، وما تزوديش النقعة قوي عشان ما تطلعش معاكي زفرة. وبسرعة كده اشطفيها شطفتين كده وخلاص، بلاش تفضلوا تمسكوا في الطيور وتغسلوها قوي، صدقيني هو ده اللي بيزفرها. هي غسلتين ويبقى كده حلوة قوي. هاتي بقى الخلطة الحلوة الجميلة القمر دي، واشتغلي بقى يلا مساج كده على الفرخة بتاعتك الحلوة دي. عايزة اقولكوا دي فرخة بلدي على فكرة. عايزة اقولك بقى ان هي طلعت والله العظيم تحفة. قعدت بقى احتار طب اشويها ازاي، اغطيها بورق الالومنيوم وورق الزبدة واحطها؟ طب لا انا عايزة بسرعة، والولاد عايزين يتغدوا بسرعة. طب انا اعمل ايه بقى؟ وفي نفس الوقت خلاص مش هسلق،
أنا صممت وقررت إن أنا هاشويها. جبنا بقى الكيس الحراري، بصوا الكيس السحري، أنا بسميه الكيس السحري، بجد بجد تحفة، بس تستخدميه بالراحة وانتي بتستخدميه عشان لا قدر الله ما يتقطعش، عشان يا بنات بيبقى خفيف قوي قوي قوي، فركزوا في الموضوع ده. بصوا زي ما انتوا شفتوا كده، وخدت الخليط حطيته كمان عليها، وهو بيبقى معاها كده الرابطة بتاعتها ديت، اربطي تمام، وبصي وحطي جواها الخلطة وما تخافيش ولا تقلقي، عايزة اقولك هتطلع معاكي تحفة. وكمان هاتي بقى صينية، يلا بسم الله، ونقول بسم الله واذكري الله كده دايما في الاكل بتاعك عشان يطلع زي العسل. وشوية مية سخنة، ويلا على الفرن حوالي ساعة وقولي وتلت او ساعة وربع، على حسب بقى ايه الفرخة بتاعتك. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله، طلعت يا بنات حاجة كده جميلة. بصوا بصوا بصوا، وانا بقطع بقى الكيس عايزة اقولك سخن مولع الفرخة، بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا حاجة كده جميلة، ومنزلة بقى كمان بصوا ال- الخليط بقى بتاعها. عايزة اقول لكم بصوا مش عارفة اقول لكم ايه والله العظيم، من كتر ما شاء الله ما استوت. بصوا الجلدة كمان اتشالت، بس طبعا دي عايزة لها بس ايه يا دوبك تكة كده تحت الشواية. واو، بصوا بقى مش هكلمكم بقى، مش هقول لكم حاجة، كان نفسي طبعا اقطعها بس والله كانت سخنة جدا، حتى انتوا لو تلاحظوا بصوا البخار طالع منها. عايزه اقول لك بقى جربيها في الكيس الحراري، بس جربيها بالخلطه اللي انا عملتها وبالتوابل اللي انا حطيتها. واوعي تنسي دبس الرمان يا بنات، اوعي تنسي دبس الرمان، حاجه كده جميله، حاجه تحفه كده، واللحم بتاعها زي العسل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس، وبحبكم في الله.